السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناتي منوعات كامل عبد الله. مساء الخير على كل اخواتنا وكل حبايبنا. زي ما انتم شايفين كده، احنا معانا باب الحجرة دوت، باب غرفة كده مكسور زي ما انتم شايفين كده. كان الباب ده مقفول، كان في حد بيحاول ان هو يفتحه، بس للأسف هو بوظ الدنيا زي ما انتم شايفين كده. فاحنا بنحاول نصلح الكسر اللي هو في الباب ده. تعالوا نشوف الخطوات بتاعتنا كده ازاي هنصلح الكسر ده برضو من غير ما نبهدل الدنيا. يلا بينا واحدة واحدة كده نشوف الدنيا ديت فيها ايه. طبعا انا معايا حته هنا تلات ارباع، هي نفس نص القايم اللي هو المكسور ده. نحاول نقطع الحته ديت زي ما انتم شايفين كده، مش عايزين نقطع برضو كتير في الباب. انا بقطع الزاويه بتاعت الخشبه اللي معايا دي 45. طبعا احنا قطعنا الخشبه الاول، وبعد كده هنحدد على الحته المكسوره ديت ان احنا نطلع على قد الخشبه اللي احنا قطعناها دي. شغال على طول. يعني احنا ما شلناش اللي متكسر الاول، احنا قطعنا حته خشبه الاول عشان نقطع عليها، بحيث ان هي تبقى الدنيا تبقى متظبطه، تبقى كلها ديت جايه مع دي. وبعد كده بقى مسكت اللوتر، رحت جاي شغال، فرغت الحتة اللي هي كانت مكسورة دي كلها، حددتها الأول بس كده قطعية كده، حاجة بسيطة، وفرغتها باللوتر. تعال نشوف كده بس برضو ازاي مع بعض. الحتة اللي أنا علمت عليها ديت هي اللي هتتشال دلوقتي. أنا بيعتبر بحددها بس كده بالمنشار كده، قطعية بسيطة. لو انت معانا في الفيديو بقى لحد هنا كده وتعديل الكسر ده عجبك كده، يا ما تنساش الاشتراك في القناة.
على فين من